النهاردة وصفة الشعب كله عايز يعملها، وصفة من واحنا صغيرين، من اول ما شفنا فيلم كرتون راتاتوي كان نفسنا جدا اننا ندوقها ونجربها بنفس الطريقة ونفس الشكل ونفس التقديمة. فاول بصراحة ما شفت الفيديو ده وصادفته كده قلت لازم اعمل الوصفة دي، مينفعش تعدي من تحت ايدي عشان كل الاطفال يشوفوا انها حقيقية وبتتعمل. تعالوا نشوف ازاي الراجل كبارة ده عملها. طبعا الوصفة دي اسمها خلطبيطة بالصلصة. اول حاجة هو جايب نفسه وبيتفرج على الفار الطباخ وايجو بياكل. اول حاجة عملها جاب توم فرمه وبصل قطعه وبعدين حطهم على النار عشان يتبلوا. بعد كده حط فلفل الوان وطماطم عليهم زيت في الفرن، بعدين شال البذر وحط ريحان اخضر في الخلاط، حط كل ده على بعضه وخلطه. وبعدين قطع طبعا البتنجان والكوسة، وفي الهون حط ريحان تاني وتوم وروزماري وزيت وجبنة بارميجان. جاب بقى الصينية وحط فيها الخلطة اللي هي البرتقاني ورص كده بشكل جميل وحط وردة في النص، والخلطة اللي عملها في الاخر حطها غلفها فويل وحطها في الفرن وقدمها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وفوالا، دي راتاتوي. الوصفة شكلها صعب وفيها شوية احترافية كده بس احنا قدها. يلا تعالوا نعملها. حانت لحظة الحقيقة. بصوا احنا لحد هنا والله ما قصرنا، يعني الحاجة شكلها مرتب وجميل. تعالوا بقى ايه نحاول ننقلها في الطبق. اوكي، فطبعا احنا حطيناها في الفرن. الخط البرتقاني ده هو ساب شوية من الخلطة البرتقاني اللي عملها، كل حاجة فيها مستوية اللي هي الفلفل المشوي والطماطم المشوية والحاجات ديت، ايه نزين بيها. وشوية بقدونس كده اهو، شوية بقدونس كده عشان ايه نبان اننا ناس ايه محترفين. تعالوا بقى ايه نحاول نطلع 4 زي ما حطيناهم 4. هو انا مش فاكرة الفار حطهم ازاي بالظبط، بس انا هحاول يعني ايه اعمل زيه. طبق هو بالظبط. طعم ايه بقى؟ كلنا كنا بنبقى نفسنا نبقى مكان ايجو في اللحظة دي ونشوف هو طعمه ايه. فتعالوا نقول بسم الله وندوق. هحاول اخد كده ال4 طبقات مع بعض عشان ادوق البتنجان والكوسة والطماطم مع الخلطة البرتقاني وخلطة الثوم والزعتر. بسم الله. بصوا يا جماعة انا مش عايزة اصدمكم بس هي مسقعة وحرقة، لان هو استخدم في الوصفة فلفل الوان بس صغير، من ضمنها فلفل احمر، ده حراق. وانتوا لو مش عايزينها حراقة خالص نهائي مش هنستخدم الفلفل الصغير ده، هنستخدم بس الفلفل الالوان اللي هو البرتقاني والاحمر اللي هو الرومي يعني، والطماطم. بس هو الحرقان مديها برضو لمسة جمالية حلوة في الاخر يعني. الطعم بقى نفسه انت بتدوق طعم الثوم والبصل، طعم الريحان برضو مديها شوية نكهة زيادة جميلة. طعم البتنجان والكوسة هم اقوى حاجة، وطبعا الطماطم مدية طعم الصلصة، فكله على بعضه اشبه حاجة للمسقعة، لان فيها بتنجان وصلصة وثوم وبصل وفلفل طبعا. بس كده